في بداية القرن العشرين الكورة في تونس ما كانتش للتوانسة، كانت لعبة مستوردة ومحجوزة للأوروبيين وللنخبة الاستعمارية. أندية تلعب وتنافس في بعضها من 1910، وحتى الفرق اللي كانت موجودة ما كانوش فيها لاعبين توانسة وإلا مسلمين، كانت أغلبية الأندية 100% يهود. بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1917 نظم كاس سمي بفرانكو أرابو. الماتش هدايا كان بين نادي ستاد افريكان وستاد تونيزوا، وزوز الفرق هذوما 100% اللاعبين اللي كانوا فيهم يهود. الماتش هذايا خرج على السيطرة، صارت برشا احداث نتاع عنف، وصل حتى فما ضحايا وبرشا جرح. السلطات الاستعمارية دخلت واخذت قرار بالوقت إيقاف التظاهرات الرياضية ومنع الكرة إلا بفرق مختلطة، وقررت زادة دمج فريق ستاد أفريكان وستاد تونيزوا مع بعضهم، وتأسس نادي اسمه اتحاد الرياضي التونسي، واللاعبين اللي كانوا في النادي هذا كلهم يهود. القرار هدايا زاد عمق الانقسام الاجتماعي والغضب المكبوت عند التوانسة. في نفس الوقت كان فما شاب اسمه محمد الزواوي، كان عمره تقريبا 18 عام، وقتها كان يخدم حافظ أثاث في نادي ستاد افريكان. كي صارت فكره الدمج ما تقبلش الوضعيه هدايا وقرر انه يخرج من النادي هذا، وقرر زاد انه ياسس نادي 100% تونسي وعنده الهويه التونسيه، وخاصة اللاعبين اللي فيه يكونوا مسلمين. محمد الزواوي قرر انه يعمل اجتماع مع بعض الشباب اللي يعرفهم في تونس، وكان مع شخص اسمه هادي القلال كان عمره تقريبا 16 عام، ومعاهم شخص ثالث كان اسمه عثمان بن سلطان، ومعهم معناتها بعض مجموعة من الشبان. قرروا انه يتقابلوا في مقهى كانت اسمها مقهى ترجي في باب السويقة بالضبط. الشبان اللي كانوا في القهوة كان الحلم نتاعهم انه يكونوا نادي يكون تونسي 100%، ولهنا يبداو يفكروا في اسم للنادي هذايا. واحد من الشباب قال علاش ما نسميوش النادي هذا الترجي؟ الترجي معناتها امل، ومن لهنا تولد اسم الترجي. المشكل الكبير في الوقت هذاك انه القانون الفرنسي عام 1901 كان يمنع انشاء فريق تونسي برئاسه تونسيه. محمد الزواوي والهادي قلال في الوقت هذاك قالوا علاش ما نجربوش ونبعثوا طلب تاشيره في عام 1918. الانتظار كان طويل، تقريبا دام عام كامل من غير حتى اجابه، ولهنا فما شخص مهم برشا دخل في الموضوع هذايا اللي هو اسمه الطيب بدرة. قرر انه يجيب خلصة القانون الاساسي نتاع نادي كان اسمه راسينغ تونيزوا، يعطيه للهادي قلال باش يعمل عليه فوتوكوبي كامله. وفي نوفمبر 1918 تجي الموافقه المبدئيه، لكن كان بقرار واضح انه لازم رئيس النادي يكون فرنسي ما يكونش تونسي، والا باش يتم رفض التاشيره. ولهنا الطيب بدرة مره اخرى يلقى الحل. كان عنده زميل فرنسي اسمه لوي مونتاسيي، وقرر انه يقنعه باش يكون هو الرئيس المبدئي للترجي. في 15 جانفي 1919 تم رسميا تأسيس الترجي. لوي مونتاسيي كان كرئيس مؤقت، بعدها ب6 شهور صارت جلسة عامة، ولهنا تم تشكيل أول هيئة تونسية. محمد المالكي هو رئيس النادي، محمد الهنتاتي كنائب رئيس، علالة رقيق ككاتب عام، العروسي بن عثمان أمين مال، الهادي قلال أمين مال مساعد، محمد الزواوي وملوبي النوري كانوا أعضاء في الهيئة. ومن هنا بدأ تاريخ الترجي. أول هوية للترجي وأول ألوان اختاروهم كانوا الأخضر والأبيض. في الوقت هذاك هذوما الألوان اللي كانوا متوفرين للنادي، ولعبوا اول مباريات بيهم. بعدها عام 1920 الترجي قرر انه ينتدب شاب اسمه ارشاد الزويتن. كي جاب معاه مراول كانوا مخطين بالاحمر والاصفر، واول مباراه لعبوها بالازاء هذيا ربحوها، ومن نهارتها الاحمر والاصفر هما الوان الترجي رسميين الى يومنا هذا. واول فريق رسمي لعب المباريات نتاع الترجي كان موجود الحبيب طرابلسي، محمد الزواوي، طن بودرباله، الهادي قلال، طه زواري، عثمان بن سلطان، تين بودرباله، طه بالابيض، علالة قايشي، والهادي بن عمار. شباب هذوما كانوا شباب صغار وتوانسه والدين نتاعهم كان الاسلام. الترجي في الوقت هذاك كان رافض انتداب اللاعبين الفرنسيين والاجانب ككل. معناتها تالي العوام وبالضبط عام 1939 الترجي حقق اول لقب في تاريخه، كانت كاس تونس 4-1 ضد النجم الرياضي الساحلي. ومن هنا بدا مجد الترجي. من عام 1939 الى يومنا هذا الترجي المحلي ربح 34 بطوله، 16 كاس تونس و7 سوبر تونسي. وافريقيا الترجي فاز بأربع رابطة أبطال إفريقيا، سوبر إفريقي، كأس إفريقيا للأندية، وكأس الكاف. عربيا وإقليميا الترجي حقق 3 كؤوس عربية وسوبر عربي وكأس شمال إفريقيا. الترجي إلى يومنا هذا هو أكثر نادي متوج محليا ويعتبر من كبار إفريقيا. بالنسبة للرؤساء اللي شدوا الترجي كان أولهم كيف ما قلت لكم لوي مونتاسيي، أما كانت فترة التعيين نتاعو مؤقتة باش يتم بها قبول تأسيس الترجي. محمد المالكي هو اللي تولى الرئاسة كأول رئيس تونسي فعلي. الترجي بدا يرسخ في وجوده،
ويثبت الهوية التونسية في زمن كان صعيب، كان معناتها الاستعمار هو اللي يحكم في البلاد. من بعد محمد المالكي الشادلي زويتن شد رئيس للنادي لمدة عام. الشادلي زويتن هو كان ثاني رئيس للترجي عام 1924، هو اللي بدل الوان الترجي في الوقت هذاك للاحمر والاصفر. بعدها بعام تم تعيين محمد زواوي اللي هو مؤسس الترجي، شد رئيس لمدة عام. عام 1926 تم تعيين مصطفى كعك، شد رئيس لمدة 4 سنوات، كانت من عام 1926 واللي وفات عام 1930. وبعدها من عام 1930 حتى 1963 الشادلي زويتن كان هو رئيس للنادي اللي كانت مدة التعيين نتاعو 33 عام. في الفترة نتاعو الإدارة ولات قوية، وعام 1963 محمد بن إسماعيل شد رئيس للترجي حتى العام 1968. الفترة هذيا كانت ما بعد الاستقلال. الترجي حافظت على مكانتها مع الرئيس هذايا وكملت إنشاء الفريق نتاعها لنقولوا في دولة جديدة خاطر ما بعد الاستقلال. وعام 1968 حتى تكشي العام 1971 علي زواوي كان هو رئيس للنادي. وبعدها من العام 1971 حتى العام 1981 حسين بالخوجة يشد رئيس للنادي، والترجي عاشت معاه الاستقرار لمدة 10 سنوات. ومن بعد عام 1981 حتى تكشي العام 1984 ناصر كناني تولى رئاسة النادي. في الفترة نتاع الرئيس هذايا الكرة التونسية كانت تعيش برشا تغيرات. ومن بعد عام 1984 حتى العام 1985 لمدة عام عبد الحميد عاشور هو اللي كان رئيس للنادي. الفترة نتاعو كانت تقصيرة خاطر النادي في الفترة هذيك كان محتاج القرارات سريعة. من بعدها بعام بالضبط عام 1985 حتى تكشي العام 1986 مصطفى الزهير هو كان رئيس للنادي كيف لمدة عام. ومن بعده منذر زنادي تولى الرئاسة لمدة عام من العام 1986 حتى تكشي العام 1987. من بعده هادي الجيلاني شد الترجي لمدة عامين من العام 1987 حتى تكشي العام 1989. والمرحلة نتاع الرئيس هذايا كانت تتسمى المرحلة ما قبل الانفجار الكبير. علاش؟ على خاطر فما رئيس قوم من تاريخ الترجي اللي جاء عام 1989 اللي هو سليم شيبو، تولى رئاسة الترجي من عام 89 حتى تكشي ل 2004. الترجي في الفترة هذيك عاشت أحلى أيامها من بطولات من كؤوس. ومع سليم شيبوب الترجي حقق أول بطولة عربية كانت عام 1993. ومن بعدها بعام الترجي حقق أول لقب إفريقي كان عام 1994 3-1 ضد الزمالك. تفتك الكرة من كانت ماليتولي يحاول عكس هجوم اللي فات الترجي. عايد الحمروني وعبد القادر بن حسن يطلب الكرة، تخلط له الكرة، وفما الهادي برخيصة يطلب الكرة في وسط الدفاع. هادي برخيصة والهدف الثالث وعام 2004 حتى تكشي العام 2007 عزيز زهير تولى رئاسة الترجي وكمل على منوال سليم شيبو بالمنافسة على جميع الألقاب. وعام 2007 حمدي المدب يشد رئيس للنادي إلى يومنا هذا. ولهنا الترجي زاد تطور أكثر وأكثر مع حمدي المدب، بطولات متتالية وحضور إفريقي دائم ب3 رابطة أبطال إفريقية. ويعتبر حمدي المدب أكثر رئيس شد جمعية تونسية إلى يومنا هذا. هذا كان تاريخ الترجي، من قاعدة في قهوة في باب السويقة، من فكرة كانت بين شباب تونسي. الشيء الوحيد اللي كان عنده في الفترة هذيك هي الحلم إلى نادي من أعرق الأندية في تونس ومن أقوى الفرق في إفريقيا. مش كل نادي تولد من فكرة، ومش كل فكرة تولي تاريخ. عام 1917 شباب صغار لا عندهم فلوس لا عندهم نفوذ ولا عندهم حماية، كان عندهم حاجة برك اللي هي الإيمان. آمنوا إنها تونس تستحق نادي تونسي في الفترة هذيك، وأنه الحلم حتى لو كان صغير ينجم يكبر مع الأيام. سنين تعدات وجوه تبدلت، أما ترجي هي اللي بقى قاعد في دم الصغار في دم الكبار، في كل زنقة في كل نهش في كل حومة. الترجي عمرها ما كانت 90 دقيقة فقط، الترجي هي العمر الكل. واليوم كي تشوف الراية بتاع الترجي ترفرف في السماء وتسمع صوت الفيراج كي يبدا يغني، لهنا تتفكر إنه هذا الكل بدا بحلمك وبقاعدة في قهوة وباسم الترجي. والحكاية ماهيش باش تقف لهنا. حكاية معاك ما توفيش، بديت معاك من الصغار، ريزولتا ما يهمنيش لا تهمنا خسارة لا انتصار. كيبنا نقولوا لك يا عمو غيرك انتي ما نراويش، نحبك ونزيد نبغيك يوم ورا يوم، باقي كاسي ما فاضيش. ديما ريتك الفوق والباسيوني ما قدروا يفوقوا النار، كيف تطيح الهزوم ونحاربوا عليك ديما تقف في النار. الترجي اليوم عمره 107 سنوات، من مجد من ألقاب من تاريخ من فرحة من بكاء. 107 أعوام من فخر ما يتقارنش، 107 أعوام من مجد محفور في التاريخ.
دم كل جيل كتب التاريخ متاعها. الترجي قصة عمرها ما تموتش، وقلوبنا باش تبقى معاه البارح اليوم وغدوة. ترجي يا دولة.